يا صباح الخير والورد والفل والياسمين، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو بس نذكر الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة بقى ان انا محتاسة في البيت قوي بصراحة. يعتبر المطبخ هو اللي تحت السيطرة شوية، ولكن بقى دلوقتي ايه؟ يعني انا مش عارفة ابدأ معاكم منين. هنا الجزء ده تمام، ده هنا عندي الريسبشن تمام، ولكن بقى بصوا هدوم البيبي اللي هناك. بصوا البيت عايز يتروق، فاهمين؟ عايز ترويقه محترمه. مفيش مثلا كراكيب كتير وكده، ماشي، ولكن عايزين، فاهمه؟ ارض عايزه تتمسح، حاجات عايزه تتمسح. الحياطين برضو هكذا عايزه تتعمل كده بالموب. آه، عايزه ازعف، فاهمين انتوا؟ طبعا ده مش نشاط قبل الولاده ولا اي حاجه يا جماعه، والله ابدا. بس الفكره ان انا عايزه بعد الولاده ابقى قاعده مرتاحه، فخلينا كده نسمي الله. هحط الستاند ونشوف بقى. بصوا، خفت الدنيا تمطر فنشرت الهدوم كلها هنا. بعد ما لميتها طلعت ان هي لسه منديه شويه، فخلوني بقى اثبت كده الموبايل بالستاند ونبدا مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوات ينفك بها الكرب وينزال بها الهم ويستجاب بها الدعاء ويرفع بها البلاء. اذكر الله طبعا قبل ما نبدأ الفيديو، وطبعا ندعي كلنا لأخوتنا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا جبار المنكسرين، يليق بقوتك وعظمتك يا رب العالمين. يا رب انصرهم وانصر كل المستضعفين في بقاع الأرض، اللهم آمين يا رب. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. وبجد على فكرة ما بقتش بقدر ان انا اتأخر في الفيديوهات، لان بجد كلامكم ودعاكم ليا دي حاجة لمسة قلبي قوي. انا كل فيديو بقول لكم كده فعلا، بس يعني بجد انتوا اجمل اخوات في الدنيا، بجد بجد. فيا رب يسعدكم كده ويكتب لكم السعادة والتوفيق في حياتكم، عشان عايزة اخد رأيكم النهاردة كمان في موضوع مهم وطلب عزيز قوي بصراحة من متابعة لينا، اخت طبعا لينا. ولكن خلينا كده الاول نشوف هنعمل ايه. مبدئيا طبعا انتوا عارفين خلاص ان انا دخلت في الشهر التاسع، ويعني داخله على ولاده حرفيا. امتى بقى؟ والله لسه يعني الله اعلم، ادينا قاعدين مستنيين. فانا يعني زي ما انتوا عارفين طبعا ان انا ما عنديش حتى اخوات مثلا ان حد يجي يساعدني، وما اقدرش ان انا ادخل حد البيت دلوقتي، وخصوصا ان انا هفضل واقفه على ايديه ان هو اعمل كذا واعمل كذا. فانا هتحرج لو هي بنوته يعني لسه قدي مثلا او في سني، هتحس طبعا. فاهمين بالفرق؟ فاهم؟ عارفين الفكره دي؟ اللي هي مثلا انا قاعده في بيتي مثلا وهي جايه بتخدمني بمعنى اصح حتى لو بتساعدني، او هتحرج اكتر لو ان هي ست كبيره وهقول لها اعملي كذا واعملي كذا، فمش هقدر ابدا بصراحة. فشفت ان انسب حل ان انا يعني استعين بالله بقى كده واقوم انا اقضي حاجتي بنفسي. خصوصا برضو ان مامتي عندها يعني ظروف برضو حاليا مش هتقدر ان هي تجيلي، او هي بصراحة جات لي يعني. كتر خيرها، شطبت معايا حاجات كتيرة قوي، ولكن برضو يعني ايه، مش سهل ان هي تيجي برضو بصراحة. فقلت بقى خليني كده استعين بالله واشوف بقى الحاجة بتاعت النهاردة كده، يعني ابدأ حاجة حاجة كده وابدأ انضف حاجة حاجة على مهلي. ولكن الدنيا اتدربكت زي ما انتوا شايفين كده، اوعوكم تتخضوا. بصوا، اخويا جه فقلت له يعني لمي لي الغسيل وكده، لان كنت بعمل حاجات تانية، فالله يكرمه يا رب ويكرمكم. لما الغسيل مبلول فانا بقى قلت ايه، حسيت ان الجو مغيم، فقلت لو نشرته تاني على الحبال ممكن الدنيا تمطر. فخلاص خليني بقى ايه، اعمل شبه مساكن اللاجئين كده، واحط بقى الغسيل كله على الركنة كده وعلى السفرة، بحيث ان هو ايه يعني يتهوى شوية لغاية الصبح. ففردته بقى كده وحاولت كده ان انا اطبق اي حاجة، عشان عايزين بقى ننظم هدوم البيبي. والنهاردة هننظم كمان شنطة الولادة مع بعض ان شاء الله، لان خلاص يعني نو تايم، مفيش وقت. فقلت بقى خليني كده. انا طبعا الفيديو هقسمه معاكم على فيديوهين، يعني ده الجزء الاول، هيبقى فيه جزء تاني و... وايه، ويلا بينا. بصوا بقى، انا عندي الريسبشن وعندي الليفينج، يعتبر دول يعني متعلقين ببعض، في ما بينهم جدار قولوا بالظبط متر واحد فاصل ما بينهم. فالاتنين ايه يعني اشتغلت فيهم مع بعض. الحمد لله الحمد لله، عندي جزء كبير منجز في الموضوع ده، اللي هو ايه، الشبابيك والستاير. هتقولي لي يعني انتي بدأتي بالشبابيك والستاير؟ هقول لكم جوزي رب يعني الله يبارك له كان اجازة وفضلت بقى اقول له ايه، يخلع لي الشبابيك بقى وكده عشان اغسلها. فهي الشبابيك مغسولة يعني الشهر ده، ومغسولة غسلة يعني اللي هي المجرى بتاعها مغسول، والستاير كمان مخلوعة، لان الستاير بتاعتي موجودة في بيت ستارة، فتركيبها مش بالسهل ابدا ابدا ابدا.
فخليته يخلع لي الاتنين وعملتهم تمام. فاذا الجزء ده يعني منجز عندي. اتبقى لي بس ان انا هسيق كويس وهمسح الحياطين كويس وهزعف، وطبعا همسح بقى الركنه وهمسح ال ايه الخشب يعني وكده والحاجات دي. وفي سجاده هتتغسل، وطبعا انا مش هقدر ان انا اعمل الحاجات دي، فاستعنت طبعا باخويا. قلت لهم بقى ما ينفعش بقى اكتر من كده، يعني مش لاخ ولا اخت. فدخلت بقى هنا كده على الليفنج. اول حاجه حركت الكنب. هتقولي لي بتزقي الكنبه، هقول لكم هو كده كده بيتزحلق على السيراميك، فاهمين؟ فيعني ايه، الله المستعان بقى، بسمي كده بالله وبحرك عقبال هو ما يجي. يعني هو ما كانش لسه جه، وعارفين بقى لما خلاص عايزه بقى ايه اللي هو عشان استعد اي قلم اي حاجه، مش يبقى البيت مكركب، لا هبقى قاعده بقى في السرير وخلاص. فبدأت كده ايه اول حاجة يعني زي ما قلت لكم همشي نفس الخطوة في كل مكان. يعني همسح مثلا كل مرة واحدة، هكنس مثلا كل مرة واحدة، هلمع كل مرة واحدة، وهكذا. فطبعا حركت الركنة، كان في سوداني وحاجات واقع ورا، ولميتها بقى كده يعني بالمكنسة كده والجاروف. وبصراحة بحب قوي في حوار التنظيفات ده المكنسة اللي هي العادية. بصوا شكل الأوضة عامل ازاي. ده هنا الليفينج، وطبعا المروحة مش لاقية مكان احطها فيه. يعني الحمد لله البيت يعني مساحته حلوة وكل حاجة، بس عارفين اللي هي باينة في كل حتة. جيت بقى على السفرة وقلت عايزة الم كل التحف والحاجات دي عشان طبعا ما تتكسرش مني، وعشان يعني ايه يبقى الموضوع سهل كده وعملي مني، وهبقى لمعهم مرة واحدة. فجبت كده الباسكت او اللي هو السبت بتاع الغسيل ده، ولميت فيه بقى كل الديكورات اللي هنا، والديكورات برضو اللي هي عند الشاشة هناك. المبخرة بس هي اللي ما رضيتش احطها معاهم، يعني كان فيها بخور وكده، فحبيت الاول ان انا انفضها عشان طبعا ما تتدلقش جوه وتبقى حالتها حالة يعني. بصوا بقى الطبق اللي هو الستاند ده اللي هو بتاع الكب كيك والحاجات دي، حاسه ان انا مش محتاجاه دلوقتي، فقلت خليني اشيله كده في الطبق بتاعه زي ما هو. ودي ميزة ان انتي تحاولي تحتفظي ببعض الحاجات، يعني الكراتين اللي هي او العلب اللي هي بتاعت الحاجة تحتفظي بيها. في حاجات يعني فيها بتنفع. يعني مثلا زي الطبق ده. عندي كمان شنطة المعالق بتاعتي حرفيا يا بنات زي ما هي. يعني ما خدتش منها غير شوك صغيرة تقريبا، لا مش شوك صغيرة، اخدت منها ايه، اخدت منها 3 سكاكين. وبجد الشنطة دي حاجة حرام ان الواحد يدفع فيها فلوس بجد 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 يعني. فزي ما هي كده ورحت احطها برضو، هي كده كده طبعا الشنطة بتبقى في علبة كده ديكوريشن ومش عارفة ايه. وفيها علبة خارجية، فاخدت بقى العلبة الخارجية ورحت ملبساها تاني، وبصراحة شلتها تحت السرير دلوقتي، لان مش عايزة اي حاجة ايه تبقى ما، يعني عايزة البيت ما يبقاش فيه اي حاجة زيادة. الحاجة اللي ظهرالي قدامي دي الحاجة بس اللي انا هستخدمها، فاهمين؟ بس يعني اي حاجة بقى زيادة عندي بصراحة رحت حطاها تحت السرير، رغم اني مش بحب الحركة دي ابدا. يعني بحب ان البيت يبقى قدامي كده ايه واسع ومريح، واحب ان يوم ما احب انضف تحت السرير ارفع السرير كده ما الاقيش اي حاجة، يبقى هي يا دوب كنسة مسحة، نزل بقى المرتبة والالواح تاني، ومفيش اي حاجة خلاص، فاهمين؟ بس اول حاجة طبعا زعفت ال الريسبشن تمام. وطبعا ما بين الجبسن بورد كويس. و وطبعا بقى عايزه اقول لكم ان انتوا لو وصلتوا لغايه هنا لسه، اعملوا بقى اشتراك في كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت في اللون الاحمر دي، وكمان يعملوا لي لايك للفيديو عشان يترفع، واكتبوا لي بقى كومنتات حلوه. والاهم طبعا من الكومنتات انكم تدعوا لي، لان يعني خلاص انتوا بقيتوا حافظين ان انا قاعده مرعوبه. فخلاص يعني ايه اي حد بقى يوصل له الفيديو ادعوا لي. وطبعا طبعا حبايبي اللي عايزيني طبعا اطمنهم عليا، اكيد اكيد يعني اول ما هيبقى في ولادة هكتب لكم على المنتدى ان انا يعني داخله اولد، عشان طبعا محتاجة دعواتكم. ولما اطلع اكيد طبعا هعرفكم يعني. وبجد انتوا اجدع اخوات في الدنيا واجدع من ناس كتيرة قوي بصراحة. وربنا يجعل دايما لمتنا في الخير يا رب. مسحت بقى كده الترابيزة دي وحبيت ان انا اشيلها، يعني عشان توسع لي بقى مساحة. بصوا بقى السجاد بتاعي، طبعا زي ما انتوا شايفين السجاد فاتح تمام، ولكن بصراحة يعني انا حاساه شيك.
مش تقليدي وفاتح او كل حاجة وبيتوسخ اكيد، يعني نعيش ونوسخ يا جماعة كل حاجة. ولكن السجادة دي اللي هي الجزء اللي جوه في الريسبشن يعني لا، مش متوسخة، ما فيهاش اي حاجة. الجزء اللي بره بس اللي عند السفرة هي دي بيبقى ايه، عند دخلة باب الشقة يعتبر. فعندي دخلة باب الشقة طبعا ما ينفعش ان انا احط سجادة فاتحة. ف يعني هحاول كده ازنق السجادتين في بعض واجيب سجادة تالتة تبقى لونها غامق شوية عندي دخلة باب الشقة، بحيث يعني اعزكم الله اي حد داخل كده يبقى ايه، يعني يبقى الدنيا انضف شوية. طبعا اخويا بقى جه الله يبارك له وشال بقى معايا السفرة وطلع لي السجادة، والله يديله الصحة يا رب ويوفقه ويوسع في رزقه يا رب العالمين. غسل لي السجادة اللي هي الكبيرة دي ورفعناها سوا، لان هي بصراحة كانت تقيلة، فيعني انا سندتها كده معاه بس. المشايات بقى الصغيرة دي عايزة اقول لكم السجاد الفاتح بتاعي نضيف ويعني شكله شيك وكل حاجة، ولكن هو تقيل شوية. فنصيحتي بجد لو انتي عروسة او واحدة ست يعني عايزة لسه تجددي في السجاد، ابعدي بعيدي بعيدي عن السجاد التقيل. يعني انا عندي السجادة اللي هي بتاعة الليفينج، والسجادة اللي هي بتاعة اوضة الاطفال، والسجادة اللي هي بتاعة اوضة النوم، خفيفة جدا. بصوا يعني ما بتاخدش في ايديا 5 دقايق غسيل، فاهمين؟ لكن دي بصوا الطرقة دي تقيلة تقيلة، والسجاد بتاعها كده الواور بتاعته عالية شوية. طبعا السجاد الشيك ده يعني لا، ما اقتنعش بيه خالص. هو شكله شيك وكل حاجة، لكن يعني من خلال التجارب ان انا سمعتها عنه اللي هو لا، مش الطف حاجة طبعا في التنظيف وكده. المهم السجاد التقيل ده بقى يا بنات فعلا فعلا مرضية كده، فاهمين؟ متعب قوي، متعب في التنظيف ومتعب حتى وانا بشفط بالمكنسة. برضو بتحسي المكنسة كده بتتحشر كده فيه، مش بتمشي فيه بسهولة. خصوصا ان المكنسة بتاعتي ما فيهاش اللي هو الزرار اللي هو بيعمل، عارفين انتوا الزرار اللي هو بيبقى في الايد بتاع المكنسة من تحت ده، مش بيعمل كده. فطبعا انا غسلت السجادة ووقفتها عقبال بقى ما تتصفى هشطفها وهي واقفة، بيبقى اسهل لي بصراحة الموضوع. كنت بقول لكم ايه بقى على السجاد اللي هو في اوضه الليفنج عندي ده ما بياخدش فعلا 5 دقايق. فحتى لو عايزه تجيبي سجاد فاتح يبقى تجيبي سجاد خفيف، بحيث ان هو بقى يبقى ايه، يبقى سهل معاكي في التنظيف، يعني مش هيبقى كمان يتوسخ بسرعه وهيبقى مرضيه كمان في الغسيل يعني. وعايزه بقى اخد رايكم في بديل السجاد بجد. قولوا لي يا جماعه هو حلو؟ يعني انا محتاجه حته من بديل السجاد تبقى متر مثلا عرضها، في حوالي متر ونص، تمام. وفي نفس الوقت عايزاها بديل سجاد، مش عايزاها سجاد. ليه؟ لان كده كده اصلا مش هعرف الاقي النقشه اللي انا عايزاها بالظبط، لان يعني هكمل بيها سجاده. بصوا انا لما غيرت نظام اوضه الاطفال محتاجه حته سجاده كمان، او حته يعني حاجه يعني للارض، سجاده صغيره جنب السجادة التانية. فطبعا السجادة التانية دي مش هلاقي نفس الرسمة بتاعتها، فقلت اجيب بقى حاجة بديل سجاد لغاية ما تصادفني مثلا حاجة تبقى ايه لايقة عليها قوي، ابقى ادفع فيها فلوس كتير عادي مفيش فيها مشكلة. ولكن دلوقتي عايزة حاجة يعني ايه سريعة بقى، فمش هفضل ادور. فبفكر في بديل السجاد، قولولي ايه رأيكم فيه؟ هل بيبقى ثابت كويس على السيراميك يعني وكده، وهل بيدفي ولا هيبقى الارض ساقعة؟ ويعني انا ما شفتش بصراحة بديل السجاد على الطبيعة قبل كده وما جبتهوش. فهل مثلا هيبقى عامل زي سجادة الصلاة كده وخلاص، يعني زي المصلية كده، ولا حاجة قوية؟ مش عارفة، انا مستنية رأيكم، لان بصراحة هيفرق معايا، لان حتى هطلبها اونلاين، فمش قادرة بقى ان انا انزل والف والحاجات دي خلاص، يعني مفيش وقت بقى للكلام ده. جيت هنا بقى على الموب بتاعتي، مش عارفة هي اسمها ايه، هي تركي تمام. سعرها دلوقتي ممكن يعمله مثلا 700 او حاجة. حلوة وجميلة وكل حاجة ممتازة، بس يعني هي استخدام يومي اكتر، فاهمين؟ يعني هتلمعي بيها ممكن كل يوم، وسهلة وسريعة وحلوة وحركة وشطورة وكل حاجة. ولكن مثلا مش هتعتمد عليها في شغل تقيل، يعني فاهمين؟ مش هطلع مثلا امسح بيها سلالم ولا حاجة من دي. عايزة مثلا سلالم، او لو انتي شغل بيتك بيبقى مستهلك اكتر وكده، ممكن تجيبي الشرشوبة اللي هي الدوارة دي. طبعا انا عطت لها يعني غيار جديد، الغيار ده بتخلعيه عادي خالص بكل سهولة، وبتغسليه تحت الحنفية ولا في اي حاجة، وبتنشريه ومية مية. حطيت بقى في الجردل مية سخنة،
وحطيت كمان حبة كده بس صغيرين من الدوني او اللي هو فيلفيتا يعني معطر الملابس. طبعا ده بديل دلوقتي للمقاطعة، الحاجات المقاطعة، ولكن برضو اسمها في ناس بتقول عليها الصبانة، او الراجل اللي هو بتاع الكلور والمنظفات والحاجات اللي هي السايبة دي، بيبقى عنده برضو تركيب الدوني، بتبقى ريحتها جميلة خالص. اللتر منها تقريبا بحوالي 6-7 جنيه. بجيب منها برضو، ريحتها بتبقى لطيفة والله. فالمهم ان انا حطيت المية السخنة وحطيت عليها شوية من الدوني ده او اللي هو بالفيتا يعني، ومسحت بيها بقى كده ايه الجدران عندي او الحياطين يعني. طبعا احنا كده كده مزعفين تمام، بس هو يعني اذ ربما يكون في حتة عنكبوتية كانت ماشية ولا حاجة. فطبعا ده ايه يعني هينضفها اكتر. طبعا المية بنشف الموب كويس جدا علشان ما يبقاش فيها مية وتقشر يعني الحيطة لا قدر الله. مسحت بقى الريسبشن بره وعند الباب، وهكذا برضو جيت هنا عند اوضه الليفينج برضو همسحها. وبس تعالوا بقى نتكلم في حاجة مهمة. كان في بنوتة يعني معانا في القناة بتستحلفنا ان احنا ندعي لها ان ربنا يجمع شملها هي وجوزها وما يطلقهاش وربنا يردها لبيتها. فامانه يا بنات ندعي لها كلنا يا رب. قولوا اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم واهديهم سبل السلام يا رب. ربنا يهديكم لبعض ويجعلكم خير ازواج لبعض يا رب العالمين، ويبعد عنكم كل شيطان. واللهم حسن بيتهما من الحسد والعين وكل نفس يا رب لا تريد لهم الخير. ربنا يرزقكم يا رب كلنا يا رب الاستقرار والسعادة والهنا والبركة في الحياة. بجد يعني والله انا اتمنى لها كل خير يا رب. فامانه بجد ادعوا لها في الكومنتات. وطبعا لو وصلك يعني الفيديو ده او سمعتيه بامانه يعني اطمنين عليكي. وبس يا ربنا يا رب يجعل حياتك كلها مملوءه بالسعاده يا رب العالمين. جيت هنا برضو على الليفنج عند الاشكال دي المربعات دي يا جماعه خشب، عشان حد كان سألني عليها. الحاجات دي خشب مش بلاستيك. خلاص انا كده مسحت الحيطان يعني هنا وفي اوضه الليفنج، والستاير عندي تمام والشبابيك عندي تمام. هاجي بقى هنا هكنس الارض، بس طبعا مش هكب ميه كتير. لا هو كوز ميه كده بس واحد بس. علشان طبعا الخشب يعني جو بقى ايه، روتين الرغاوي والحاجات دي لا ما ينفعش. وبصراحة يعني أنا باشوف اللي بيعمل كده هو بتبقى حاجة مريحة نفسيًا وحاجة واو وحاجة بُصّوا خلاص بقى بتدّيكِ power. ولكن يعني هيبوّظ الدنيا عندي بصراحة، لإن الصالون عندي أو الreception عندي اسمه إيه الأنتريه عندي يعني موجود فيه والرجل بتاعته هتبقى فيه وهيقشّر ويعني لأ، مش معنى بقى إن إحنا عايزين نقول إن إحنا نضاف بقى إن إحنا نبوّظ الحاجة بصراحة. فأنا قُلت لأ هو كوز مَيّة كده بس، وبامسح على طول بالمساحة وباجمّع كده المَيّة بفوطة كده قديمة عندي. البقعة اللي هناك دي بقعة بوية عادي يعني من الدهانات. فبس بقى. وبُصّوا ما احتاجتش مَيّة كتير يعني عمومًا هو كوز المَيّة ده ضبّط لي الدنيا هنا. مسحت طبعًا أول حاجة بالمكنسة، وبعدين المقاشة دي أنا باحبها أوي على فكرة في السجاد وفي التنضيف وفي كل حاجة. يعني عارفين بقى اللي هو في اسمها إيه بتاعة السجاد دي عندي ولا مرّة عرفت إن أنا أستخدمها بجد. بتبقى متضايقة كده أوي ومرازية كده وإحنا بنستخدمها، فما باعرفش أتعامل بيها بصراحة. لحظة بقى الراحة النفسية فاهمين. المَيّة برضه اللي أنا بامسح بيها السيراميك باحبها تكون مَيّة سخنة، واحط فيها مثلا شويه من بيرسيل جل على شويه معطر وشكرا بقى. يا سلام بقى لو عندك فريده اللي هو بالعود ولا اي حاجه من الحاجات دي، خلاص يعني احساس النظافه هيكون واصل لك بس كده من مجرد من مجرد الكلام. فاهمين. انا بصراحه عايزه اجيب لسه اللي هو معطر بتاع الارض ده اللي هو بتاع فريده اللي هو بالعود، لان انا بصراحه من عشاق الروايح العربيه التقيله الفخمه، وبحب الحاجات دي قوي قوي قوي. ومكنزه منها بصراحه شويه يعني في حاجات شويه وفي عطور وكده كانت بتبقى جايالي من بره، فدي مكنزه عليها فاهمين. انا كل شويه بقول لكم فاهمين فاهمين بس يعني هي حركه تلقائيه اكيد طبعا انتوا فاهمين يعني. بس بقى هارجّع الأنتريه مكانه. طبعًا الأرض ممسوحة فهو بيتزحلق على طول يعني ما فيهاش شيل ولا حَط ولا أي حاجة خالص الحمد لله.
بس كده يعتبر هكون خلصت الحاجات اللي انا هعملها النهارده. هرجع بس الانتريه، وبكره بقى ان شاء الله اللي هو الفيديو الجاي يعني هفرش بقى فيه الريسبشن والليفينج، ونفرش كمان اوضه الاطفال بالمره. يبقى كده بقى خلاص الشقه كلها ايه مستعديه بقى ان شاء الله كده الاستقبال ان شاء الله. البنوته القمر اللي هتيجي دي، ادعوا لي بقى يا جماعه بجد ان هي تيجي بالسلامه، عشان والله يعني تعبت فاهمين. وادعوا بجد من قلبكم ان يا رب يا رب ارزق كل مشتاق على وجه الارض يا رب العالمين الذريه الصالحه يا رب، اللهم امين، وتكون سليمه معافيه يا رب. ربنا يعطيكم يا رب حتى يرضيكم جميعا. بس كده النهارده بقى يعني الفيديو هيكون خلص. النهارده بقى هعمل ايه، هقفل باقي الشقه طبعا واكمل معاكم الفيديو الجزء التاني بقى ان شاء الله. وهجهز برضو معاكم شنطه الولاده، بحيث ان انتوا بقى تقولوا لي لو اي حاجه ناقصه تساعدوني يعني تلفتوا نظري وكده، لان طبعا دي يعني اول ولاده ليا. فبس كده هنكون بقى وصلنا لنهايه الفيديو، وكده رجعت كل حاجة مكانها. بقى بس السجادة عندي انا مستنياها بس تنشف، يعني انا مش عارفة هي هتنشف امتى ان شاء الله كده، لان خلاص يعني عارفين الشقة كلها بقيت بحسها ان هي ساقعة. لان طبعا كنت يعني السجادة اللي جوه دي نشرتها قلت في الشمس شوية تتشمس، والتانية دي اللي غسلتها بتاعة الليفينج برضو قلت خليني انشرها كده في الشمس شوية تاخد شمس حلوة كده وابقى ادخلها. فمستنية ان انا افرش كله مرة واحدة، عشان يعني ايه ما احسش ان اللي انا بعمله بيتلطلط تاني، او يعني الدنيا بتتحروز تاني فاهمين. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوش